بقول لكم عصر الدوله القديمه، قلت عندي كام ملك؟ 8. حلو كده. قلت اول حاجه العصر العتيق اسره 1 و2 مينا موحد القطرين. عصر دوله قديمه عصر بناة الاهرامات من اسره 3 ل6 عددهم 4 اسرات. نيجي بقى في الاول، قلت زوسر هرم ومدرج 6 اسس هو الاسره الثالثه، وامحوطب كان صاحب الفكره. اما سنفرو راجل محبوب اسس اسره 4 يا حبوب، اهتم بحدودنا الجنوبيه وعملت تجاره خارجيه مع بلاد فينيقيا اهيه لجلب خشب الارض. اما ابنه المالك خوف بنى اكبر هرم بتشوفه، وبرضه عمل تجاره خارجيه مع بلاد فينيقيا اهيه. اما المالك خفرع عقول هرم اوسط وابو الهول، وكان النحت في عهده جميل بحجر الديورايت نحت تماثيل. اما اصغر هرم كان بناه منقورع زمان. يجي بعده اسر كاف ده ابن رع ومش خواف، بنى معابد ومسلات ويأسس الاسره الخمسه، وقلنا هو اللي اسقط برضه الاسره الايه؟ الرابعه. طيب اخر واحد مين؟ أناس. اما يجي بعده الملك أناس اخر ملوك الخمسه يا ناس، كتب نصوص الاهرامات ومنها خدنا معلومات. اخر بقى حاجه مين؟ بيبي الثاني. اما في عهد بيبي الثاني تسقط عصر الدوله القديم. طب حلو قوي، لما سقط عصر الدوله القديمه بدا عصر ايه؟ الضعف، اللي هو في نهايه في نهايه الاسره السادسه بيبي الثاني عمل فوضى، وحصل عصر اضمحلال من 7 ل 10 يا ابطال، اللي هو من 7 ل 10 عصر لمين؟ الاضمحلال. في مشكله كده؟ تمام؟ دول عصر الدوله مين؟ القديم.